المغرب مقلوب سفها على علاها، والمؤثرين البايخين خارجيننا بالتفاهه ديالهم. خارجه اليوم الزوجه ديال صاحب القناه المليونيه، شفت غي مقدمه خارجه علينا كتحلون علينا هنايا. الكبيدات ديالي توحشتكم، الكبيدات القنيصات المطوطات المرارات وسيري الله تكمش، الله يعطي لوالديكم شي جايحه تجيحكم. سيروا جالسين كتفلاو. حنا دابا واش حنا ناقصين التفاهه؟ واش كتشوف البلاد مقلوبه سفها على علاها وانت خارجه كتحلون علينا؟ الله ينعل اللي رباكم وما عرفش يربيكم. ولفتوا التحلون ولفتوا التزنديق في اليوتيوب باش تدخلوا الفلوس على ظهر الكوانب، والكوانب اللي متبعينكم وعاطينكم قيمه وانتم لا قيمه لكم. واش كاين شي واحد فيكم اللي خرج هضر على هادشي اللي واقع في البلاد؟ واش نتوما ما ضركم صحه، ما ضركم تعليم، ما ضركم حتى شي حاجه؟ نتوما زعما لاقيينها واجده، لاقيينها على طبق من ذهب، جالسين كتفلاو على عباد الله كتفلوا على الكوانب اللي مطلعينكم الشان ومهزينكم. لا مستوى ولا محتوى ولا ثقافه ولا حتى شي حاجه خارجه علينا هنا. الكبيدات ديالي، القنيصات ديالي، دخلي راسك، دخلي سوق راسك. واش عمرك كنتي كتعرفي الكبيدات؟ لو اتصلت والديك كنتي كتعرفي الكبيدات، غير كنت عارفه الكبده الدجاج اللي كنتي كتعرفها. اش تعلمتي في حياتك؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شوفي غير حالة والديك، دابا وانت كتهضر. واش عجبك هاد العيشه ديال والديك اللي انت فرحانه بها وجالسه كتحنون على عباد الله وتبين داك الشيء ديالك؟ سدوا علينا المحتويات ديالكم دابا الفاشله، سدوها علينا وهضروا على المواضيع اللي كتضر البلاد والمواضيع اللي خصنا نستافدوا منها ويستافدوا منها الشباب، واعطيو شي صوره زوينه. راه شفنا بعد صناع المحتوى اللي خرجوا كيديروا كوميديا، يديروا فكاهه على هادشي هذا، وانتم خارجه كتحلوني علينا. ناقصينك حنايا هادشي اللي كنشوفوا البلاد عباد الله، والاستقرار ديال البلاد اللي غادي اللور، وكنشوفوا الشباب كيضيع بين يدينا، وكنشوفوا البلاد غادا كتضيع وانت خارجه هنا كتحلون علينا. سير الله ياخذ فيك الحق انت والامثال بحالك، الله ياخذ فيكم الحق انتم وامثالكم اللي كتستحمروا عباد الله وتدخلوا اموال طائله على ظهر الكوانب. العزاز ديالي سمحوا لي على هذا الفيديو، سمحوا لي بزاف. تحيه لكم جميعا بدون استثناء. انتم عارفين انا القناه لا تهمني وما كيهمني منها لا ارباح ولا حتى شي حاجه، وما كندخل منها ولا درهم. ولكن هادشي اللي كنشوفه اخوتي، اللي كنشوفه دابا في البلاد، والله لا الصراحه هادشي كيضر في الخطر. واخيرا خرجنا رئيس الحكومه، واخيرا اخرج من القوقعه ديالو وخرج قال لك بان غير يرضخ الاوامر ديال الشعب، وبان غادي يتحاور مع الشعب. غادي يتحاور. نسى بان البلاد ما فيهاش الصحه نهائيا منعدمه، والتعليم كذلك، التعليم العمومي. وحنا الا ما مشيناش للمستشفى، يعني السبيطارات ديال الفلوس، ما مشيناش للكلينيكات، راه من سابع المستحيلات باش نداوو، من سابع المستحيلات. ومعاناة كتيرة بزاف في المستشفيات العمومية. وانا عن تجربتي مع الاب ديالي والمعاناة ديال الاب ديالي مع المستشفى العمومي، لانه هو ما كان عنده لا تغطية صحية لا حتى شي حاجة. كتعرفوا الناس اللي كيكون يعني عندهم خدمة ديالهم حرة، ما كتكون عندهم لا تغطيه لا صحيه لا حتى حاجه. وكان مسكين مرض السرطان وكان كيعاني. وانا علاش قلت لكم راه الا هضرت راه غادي ننفجر وقلبي غادي يضرني وغادي نبكي، ماشي غادي نبكي الدموع، غادي نبكي بالدموع، غادي نبكي الدم. علاش؟ لان المعاناه اخوتي ديال المستشفى العمومي راه كارثه، يعني بما تحمله الكلمه من معنى. والله العلي العظيم وعن تجربتي انا، لدرجه اني كيطيح لي الطونسيو، كنطيح في الدروج بكثره ما كتجري من هاد الاداره لهاد الاداره، وطلع في الدروج وتهبط وتنزل، وهادي يعني كيطيح لك الطونسيو باش يقربوا لك غير على الدوسي ديالك. اما باش يوصلوا باش يدوزوا لك السكانير وليغيم فخاصك عباد الله شهور وشهور وشهور. والله العلي العظيم. وحاجه وحده اللي كانت فكره، من هاد السبيطار كيصيفطوك من هاد السبيطار، من هاد السبيطار كيصيفطوك من هاد السبيطار، من السويسي لمولاي عبد الله، من مولاي عبد الله لمولاي يوسف، وسير وانتي كتجري، والمريض مسكين ما علم به غير الله.
ويا ريت لو يشدوه وينعسوه غير في البياص ويخليوه يرتاح ويعطيوه ادويه ويعطيوه كما نقولوا حنايا مهدئات اللي تهدل يعني اللي تخفف له من الالام. هادشي راه ما كاينش عندنا في بلادنا، هادشي راه ما كاينش في بلادنا، وعن تجربه وكنهضر معكم عن التجربه، لدرجه ان الاب ديالي ديتو لمولي عبد الله باش يدوز لي غيم من الصباح حتى ظلام الحال حتى الليل باش يدوز لي غيم اش غنقول لكم، لدرجه ان مسكين في الكرسي المتنقل طاب كثرة الجلاس. يعني تخيلوا معايا المريض وما يعطيوهش شي بياص فين ينعس ويرتاح على ما يدوز لي غيم. بالله عليكم كلشي مستف، كلشي كيتوجع، فين غتجلس؟ في الجردة ولا في الكرسي المتنقل ولا على الكراسة، مريض ولا سخفان ولا كتألم ولا كتوجع، شغلك هذاك. هادو هما المستشفيات العموميه اللي عندنا. هادشي اللي كاين في بلادنا، وانتم خارجيننا احنا كتحلونوا علينا. واش حنا ناقصينكم دابا؟ حنا بغينا الصحه وبغينا التعليم، واخا حنا كنتداووا بالفلوس ونتقاتلوا ونقروا وليداتنا بالفلوس، ولكن راه كاينين الناس اقل منا ما لاقيش باش يدوز. وحنا ما كرهناش ندوزو في المستشفيات العموميه، علاش لا نخلصوا فلوس ونضيعوا فلوسنا حنايا؟ علاش خاصنا نداووا في بلادنا في المستشفيات العموميه ديالنا وتعطينا الدواء بحال الدول الاوروبيه، بحال الدول المتقدمه، باش حنا يعني باش هما فايتنا لان ماشي كل واحد كيفكر في نفسه والفهم يفهم، ماشي كل واحد كيجر جهته والفهم يفهم. وباركوا علينا من التفاهه وباركوا علينا من الخزعبلات ديالكم، ودخلوا فهمتي وديروا المحتويات ديالكم، غبروا علينا شقفكم على الاقل في هذا الوقت الحالي هذه، لان ما مسالينكمش. واللي مسالي بحالكم خلاه يمشي في التفاهه ديالو، راه هو غارق في المشاكل وعارف راسو شنو عايش، ولكن مسكين كيغطي الشمس بالغربال. هذه هي بلادنا. اللي بغى يفيق من القلب يفيق، واللي بغى ينعاس ويبقى في سبات يبقى، لان هادشي كيضر في الخطر. هادشي اللي ولينا كنشوفوه كيضر في الخطر. الابناء احترقيت وبزاف يعني بزاف عباد الله ديال التخريب وبزاف ديال الممتلكات اللي مشاو بزاف. هادشي راه كيضر في الخطر. ما بغينا لا وليداتنا لا الشباب نفقدوهم، ما بغينا بلادنا يعني الاستقرار ديالها، كذلك بغينا بلادنا يا عباد الله، بغينا السلم والسلام، وبغينا الصحة وبغينا التعليم وبغينا المعيشة يا عباد الله تكون مرفقة على قد الناس. هادشي راه بزاف، راه هاد الشباب ما تاروش غير هكاك، لا هادشي هذا راجع البزاف ديال العوامل وبزاف ديال الضغوطات. فالله يدير لنا شي تاويل الخير يا سيدي ربي، الله يدير لنا شي تاويل الخير يا سيدي ربي. كنشوفوا بلادنا غدا اللور وقلبنا كيتحطم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.